بإذن الله. كان قادر يعيش كما باقي الجزائريين ويمر في الحياة مرور العابرين، لكنه اختار الطريق الأصعب، طريق التحدي، حب وخدمة الوطن. ما جاش بخطابات ولا بشعارات ولا بوعود، جاب عمل بسيط، اغرس شجرة ثم أخرى ثم أخرى حتى صار الحلم حقيقة. قالوا مستحيل، قال نخلي المستحيل عادة. وقالوا وحدك، قال نبدأ وحدي ويلحقوني ولاد بلادي. كما تحبوها خضراء، حبوها نظيفة، سهلة مهلة. تبعونا في نقي وما ترميش أسلوب حياة. فؤاد علمنا أن الزراعة ليست مهنة بل رسالة، وعلمنا أنه من يغرس لا يغرس شجرة فقط، بل يغرس فكرة، يغرس قيم وغد أفضل. اليوم وبعد العرس اللي شفناه في 25 أكتوبر ما نحتفلوش بغرس مليون شجرة فقط، ولكن نحتفلوا بفكرة قاومة النسيان والفشل. بلادنا وحنا عمرها. نقولوا للأجيال القادمة فؤاد راجل آمن بأن الأرض تتنفس، وأنها تحتاج بمن يعتني بها فقط، تحتاج لمن يحن عليها كما تحن الأم على طفلها. فؤاد غرس فينا معنى الإرادة ومعنى الانتماء في قلوب الجزائريين، وزرع في بلادنا الحبيبة ذاكرة خضراء لا ولن تزول مدام في الجزائر قلب ينبض. أكيد الأجيال القادمة راح تواصل في نفس الدرب، تحمل البالة والفاس كما تحمل الراية الوطنية. ونقولوا للعالم هنا في الجزائر نعم علينا الله برجل لا ولم يتعب، كتب اسمه بالأخضر في ذاكرة وطن ما ينساش رجاله. وفي الأخير نقول لك خويا فؤاد أنه اللي يزرع فكرة يعيش أطول من عمره. خضرة بإذن الله. سلام.